تعملي ايه لو اتقدم لك عريس كويس بس اهله مش كويسين؟ عندهم مشكلة مثلا في اصلهم واخلاقهم، مش مجرد بس انكم مختلفين مع بعض في حاجة، لا هم عندهم مشكلة في اصلهم وطباعهم. اهربي لو عيلة العريس مش كويسين، اهربي، لان اختيار العيلة مهم جدا. طبعا لكل قاعدة استثناء، بس ده واحد عاش وتربى مع اهله، يعني ممكن جدا يكون شرب من طباع اهله، شاف مامته بتكذب بتحقد، شاف باباه بيظلم وبيشتم، يعني الحاجات دي هتكون عادي جدا عنده ومتعود عليها. تفاصيل شخصيته دي اتكونت في نفس البيئة والمحيط اللي هم موجودين فيه، شاف باباه ومامته بيتعاملوا ازاي مع بعض واتعلم كمان منهم. هتقولي لي لا هو كويس وطبعه كويس، انا متأكدة من كده، حلو، بس لازم برضو تكوني متأكدة ان العيلة اللي هتدخلي فيها محترمين، مش وحشين ومش بتوع مشاكل ولا حوارات. لازم يكونوا فرحانين بيكي وبوجودك ومقتنعين بيكي جدا. ما تدخليش عيلة تبقي بتحاولي تعملي اي حاجة علشان يرضوا عنك.